ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا نعمل بقى السندوتشات اللي الولاد كلها بتعشقها. وعشان تجيبيه من بره بيبقى سعره غالي وكمان بيبقى حجمه صغير جدا. انا بقى بدل ما اجيبه من بره عملت بتمن سندوتش واحد، عملت منه وليمة وكان طعمه حلو جدا. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. جبت هنا يا بنات كيلو وراك وصدور مخلية وفرمتهم كويس، واحط عليهم 3 معالق دقيق او 3 معالق نشا، وحطيت عليهم معلقتين كبار من خلطة البرجر او باكو برجر اللي هو بيتباع يعني جاهز، وحطيت نص معلقة ملح فلفل، ونص معلقة ملح، وهنا نص معلقة توم باودر ونص معلقة بصل باودر، كله معلقة صغيرة يا بنات. بس كده، انا مش هحط اي حاجة تاني. عجنها بقى كويس لغاية ما تبقى زي العجينة في ايدي، مش هتكون بتلزق، ما تخافوش يا بنات. الدقيق انا حطيته عشان خاطر يشرب اي سوائل في الفراخ. اهو شايفين شكله عامل ازاي. بتجيبوا بقى يا بنات اي حاجه تشكلوا بيها البرجر، انا كان عندي المكبس فهستخدمه، لكن لو ما عندكش المكبس هتشكليه باي حاجه، لو غطا برطمان. بصوا هنا بليت ايديا ميه مع انها ما كانتش محتاجه خالص، وابتدي اشكلها. بس اي عروق يا بنات شيلوها عشان ما تضايقكوش في الاكل. بس كده، اشكل البرجر واسيبه وارصه كله جنب بعضه عشان هدخلهم في الفريزر يمسكوا نفسهم شويه. وهنا يا بنات لازم تستخدموا الوراك مع الصدور، الوراك بتدي هشاشة وطراوة للبرجر. اهو كده بالشكل ده. بس هعمل بقى كل البرجر عندي بالشكل ده، وتعالوا بقى هنعملهم بطريقتين حلوين جدا. هنعمل منه المقلي ومنه المشوي. اهو كده هدخلهم بقى الفريزر. بص انا عملتهم ازاي، فصلت ما بينهم بأكياس وحطيتهم عشان ما يلزقوش في بعض. هنا يا بنات هنعمل العجينة السايلة اللي هننزل فيها البرجر في الأول. هنا بتحطي كمية الدقيق اللي انت عايزاها، وبنحط رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة توم باودر وبصل باودر ورشة جنزبيل لو موجود، لو مش موجودة خلاص. وبننزل عليهم بقى بالمية لغاية ما تبقى العجينة عاملة زي عجينة الكريب كده، ما تكونش تقيلة يا بنات ولا خفيفة، تبقى زي عجينة الكريب بالظبط. هوريها لكم دلوقتي. بس هنا احتاجت مية تاني زودتها. بصوا يا بنات عاملة ازاي. دي العجينة الأولى، الخلطة الأولى. لكن الخلطة التانية بقى نحط دقيق، وعليهم بقى يا بنات ننزل كده بشوية فيجيتار حلوين. طبعا زي ما تحبي، في فيجيتار حار وفيجيتار بارد. انا هنا حطيته بارد علشان خاطر ما غمقش البرجر بتاعي. بس كده، مش هحط اي توابل تاني لان الفيجيتار بيبقى متبل. حطيت بقى شوية زعتر حلوين كده، ده بيدي بقى نكهة حلوة جدا. واطلع بقى البرجر كده، كان بقاله حوالي ساعة في الفريزر، مسك نفسه. لو انت هتستخدميه على طول مفيش مشكلة، بس تخلي بالك من التشكيل بتاعه وانت بتحطيه في الخليط. بص نزلته الاول في الخليط السائل، بس شكله عامل ازاي. وبعد كده في الدقيق والفيجيتار. الكيلو يا بنات عمل لي 11 واحدة. بس يا بنات شايفين شكله عامل ازاي. اللي اعملها انزل بيها على طول يا بنات في الطاسة. انا هعمل 2 اهو وهنزل بيهم.
شايفين يا بنات؟ مفيش اسهل من كده. بصوا هنا انا كنت نزلت بيهم بس مش عارفه الكاميرا ما صورتهاش. ما تقلبوهاش غير لما تحسوا ان هي اتشمعت في الزيت، وزي ما انتم شايفين كده الزيت يبقى غزير شويه. اهو شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ بجد يا بنات تحفه، وما خدتش اي وقت، استوت بسهوله جدا. الفراخ ما بتاخدش وقت. بس كده يا بنات. وهعمل لكم بقى كام واحده مشويين، او نقطتين زيت، ونزلت بالبانيه عادي خالص البرجر. شايفين شكله عامل ازاي؟ والباقي يا بنات بقى خزني بقى اللي انت عايزه، اعملي الكميه اللي انت تحبيها وخزنيها براحتك. عايزه اقول لكم ان الولاد هيعشقوها. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا يا بنات، انا جبت الكايزر ده من الفرن، لكن تقدري تجيبي بتاع الشركات زي ما انت تحبي، من الفرن او الشركات. انا ما لقيتش بصراحه الكايزر التاني فجبت ده. نزلت بقى بشويه صوصات كده من عندي الموجود. كابوتشا انت بتحطي بقى اللي انت حابه تحطيه فيه. بصي يا بنات، دي المشويه. عملت اهو واحده مقليه بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم كان الطعم خطير يا بنات. اعملوها وقولوا لي ايه رايكم، وبألف هنا.